بلاغا مستفيضا أكدت فيه عزمها على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى أحداث تازا في إطار الحوار المسؤول، مع التذكير في هذا البلاغ بأن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع. تقرير ياسين كويندي. بعد أيام من التوتر والفوضى التي شهدتها مدينة تازا، الحكومة تؤكد عودة الهدوء والنظام بعد الأحداث المؤسفة، مشددة في سعيها على معالجة الأسباب الاجتماعية التي كانت الدافعة في اندلاع الأحداث. وحسب بلاغ للحكومة فإن هذه الأحداث نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وأضرار في الممتلكات واحتلال للملك العمومي. البلاغ أضاف سعي بعض الأطراف إلى توظيف الأحداث بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام عبر ترويج أخبار زائفة. من جانبها الحكومة في إطار معالجتها للأسباب الاجتماعية تؤكد على الحوار المسؤول لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة، مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، وأن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية. وأي تجاوز للقانون يوضح البلاغ الحكومي يعرض مرتكبه للمساءلة. ويؤكد البلاغ الحكومي أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام والممتلكات والقوات العمومية تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون. وفي إطار تعاطيها الإعلامي يشير البلاغ الحكومي أن بعض المواقع الإلكترونية قامت باختلاق وتضخيم وتقديم أخبار زائفة، وهو ما اعتبرته خرقا لأخلاقيات المهنة. وفي هذا الإطار فإن الحكومة تدين إقحام رموز الدولة وثوابتها، وأنها ستعمل على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون.